اش من وقت مزيان تريني فيه، اولا تيكون ديجا كان كيترينا وحبس واحد المده طويله ويلا رجع. اكبر غلط تيديروه بزاف فاش يلا بداو. السلام عليكم، معك عبد الصمد، مرحبا بك في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على 3 الحوايج اللي اي واحد فاش يلا تيفكر انه يدخل لاصال ولا يلا باغي يبدا في الرياضه تيطيحوا في بالو. الاولى اللي هي اش من وقت نتريني فيه، واش صباح وسط النهار ولا بالليل. الثانيه اللي هي شحال ديال الوقت ندوز في كل حصه. الثالثه اللي هي شحال من حصه ندير في كل سيمانه. بسم الله على بركة الله. نبداو في الموضوع ديالنا. نبداو باش من وقت مزيان تريني فيه، واش الصباح ولا وسط النهار ولا بالليل. الا جينا نشوفوا اي واحد فاش يلاه تيفيق الصباح تيكون عنده انرجي كبيره وقادر انه يتريني والتركيز ديالو عالي، حيت ما دازش من واحد النهار متعب وعيان اللي غادي يستنزف من الطاقه ديالو. زيد عليها حتى الهرمونات ديالك الصباح تيكونوا في الدلوه ديالهم، يعني في الصباح تيكونوا الهرمونات تيكونوا مرتفعين، خصوصا هرمون التستوستيرون اللي هو مهم في بناء العضلات. هاد الهرمونات تيكونوا مرتفعين خصوصا في الوقيته ديال الصباح فاش يكون الانسان يلاه فايق من النعاس. وإلا فقتي الصباح بكري ومشيتي مباشره لاصال كدوز حصه مزيانه وكيبقى لك وقت النهار كامل تقضي فيه الاغراض ديالك ودير فيه اللي بغيتي. ولكن الحاجه اللي صعيبه في الرياضه الصباح بكري هي صعيب انك تنوض من بلاصتك مباشره وتمشي للتمرين. كاينين بعض الناس اللي كيحتاجوا وقت من بعد ما كيفيقوا باش يلاه يشعلوا ويتانستالاو ويشرب قهوه يلاه تيشعل، وهذا الشيء غادي يخليه انه يتعطل ويبقى حتى النص ديال النهار عاد غادي يمشي لاصال. بالنسبه للوقيته ديال نص النهار هي واحد الوقيته اللي مزيانه اي واحد يقدر يتريني فيها، كتكون ديجا فايق واكل عنده طاقه قادر انه يمشي يتريني. هذا الوقت مزيان للناس اللي تيفيقوا خاصه الصباح باش يقدروا يترينوا الصباح بكري، مزيان من الاحسن لهم يترينوا وسط النهار. الوقت الثالث اللي هو الوقت ديال الليل اللي الاغلبيه تيتريني فيه، اغلبيه تيتريني من 7 العشيه حتى 11 ديال الليل. هذا الوقت الاغلبيه تيكون خارج من الخدمه من القرايه، تيكون خاوي عند كلشي، الاغلبيه تيمشي فيه لاصال. بالنسبه للسلبيات ديال هذا الوقت كيكون الانسان داز من واحد النهار عيان ومتعب، فكيكون استنزف الطاقه ديالو من النهار كامل، كيجي لاصال ما تيكونش الاداء ديالو، يقدر يكون الاداء ديالو مزيان يقدر ما يكونش الاداء ديالو مزيان. دابا غادي نجاوب على السؤال ديالك اللي هو اش من وقت مزيان تريني فيه، واش الصباح ولا وسط النهار ولا بالعشيه. افضل وقت من بين هاد 3 ديال الاوقات اللي هو الوقت المناسب ليك انت اللي تقدر تريني فيه، لا الصباح لا العشيه، كاملين بحال كاملين مزيانين. المهم هو انك تهز الصاك ديالك وتمشي تريني. دابا غادي نعرفوا شحال ديال الوقت نبقى نستغرق في كل حصه، واش 45 دقيقه، ساعه، ساعتين. عندنا الجسم ديال الانسان قادر انه يوفر الطاقه للتمرين قريبا حتى 60 دقيقه. من بعد 60 دقيقه كتولي كدير غير الحركات صافي، ما كتستافدش من التمرين ديالك وحتى الاداء ديالك تينقص. والحصه اللي كتكون طويله كتفوت 90 دقيقه كيكون الضغط كبير على جهاز التعافي، وهذا الشيء ما غاديش يخلي العضلات يكبروا، ما غاديش يخلي الجسم ديالك يصلح راسو مزيان. بالنسبه للوقت ديال التدريب ديالك شحال ندوز في كل حصه، هذا الشيء تيأثر عليه النظام ديال التدريب ديالك ولا البروغرام اللي انت خدام به. الا كنتي خدام بروغرام عالي الكثافه وما كترتاحش بزاف بين السيريات ما غاديش تفوت 45 دقيقه في الحصه ديالك. ولكن الا كنتي كتهز ثقل كبير في الحصه ديالك كتحتاج ما بين السيري والسيري انك ترتاح مزيان، وهذا الشيء كيخليك انك تفوت 60 دقيقه في الحصه ديالك. داكشي علاش الوقت ديال الحصه كيأثر عليه الشخص، واش يلاه بادي الرياضه، واش قديم شويه، واش متقدم بزاف، اولا النوع ديال البروغرام اللي كتريني به، واش كتكثر التمارين ما كتكثرش التمارين، واش كتركز على الكثافه وما كتركزش على الحجم. هنا هما اللي كيأثروا على الحصه ديالك واش غتكون طويله ولا قصيره. داكشي علاش انت كتحاول تشوف الجسم ديالك شحال انه قادر انه يتحمل. كاين اللي الجسم ديالو قادر انه يتحمل حتى ساعتين ديال التدريب، والوقت ديال الرياضه كيختلف من واحد لواحد على حساب التقدم ديالك. بالنسبه للانسان اللي يلاه بادي في البدايه ديالو من الاحسن تكون الحصه قصيره من 30 حتى ل 45 دقيقه. بالنسبه للانسان المتوسط ولا متقدم فهنايا كيختلف الطريقه ديال التدريب على الطريقه ديال التدريب ديال المبتدئ، كيكونوا شويه تمارين زايدين، كيكون طريقه ديال التدريب مختلفه. داكشي علاش من الاحسن الحصه ديالك تكون من 60 حتى 90 دقيقه بالتمارين ديال الكارديو. ودابا غادي ندوزو شحال من حصه نترينيو في السيمانه. اكبر غلط تيديروه بزاف فاش يلاه بداو، حتى انا براسي درتو فاش عاد بديت، كنا كنترينيو 6 ديال الحصص في السيمانه، وهذا اكبر غلط تيديرو اي واحد لانه تيعتمد في البدايه تيولي كيمشي كل نهار، تيدير واحد النهار ديال الراحه، هذا الشيء كيستنزف منه الطاقه، تيولي لاصال ممل
ممل وكتولي بطبيعه الحال كتفرط وما كتبقاش تريني. والاغلبيه ديال الابطال بحال مثلا جاي كاتلر ما كيترينيوش 6 ديال الحصص في السيمانه حتى الشهور الاخرانيين اللي كيكونوا قبل من البطوله، على العكس في الايام العاديه تيكونوا تيترينيو 4 ولا 5 ديال الحصص في السيمانه. بالنسبه للبروغرام ديال 6 الحصص في السيمانه تيكونوا تيترينيو به الابطال اللي كيكون باقي لهم تقريبا شهرين للبطوله، في ديك الشهرين الاخرانيه قبل من البطوله اللي تيطلعوا النيفو تيوليو يترينيو 6 ديال الحصص في السيمانه. ولكن واخا تيكونوا تيترينيو 6 الحصص في السيمانه راه كيستعملوا منشطات، يكونوا كيستعملوا عقاقير تحسين الاداء، كيستعملوا بزاف د الحوايج اللي غادي يخليهم انهم يتحملوا تمرين مرتفع في الكثافه. اما بالنسبه للانسان عادي تمرين 6 ديال الحصص في السيمانه غادي يكون مرهق ومتعب له. دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على بعض التقسيمات اولا البروغرام ديال كل سيمانه. الاول اللي هو 3 ديال الحصص في السيمانه كتريني فيه نهار وترتاح نهار، ومن بعد تريني نهار وترتاح في الاخر ديال السيمانه. فهاد التقسيم كتخدم الجسم كامل في كل حصه. هذا مزيان لاي واحد يلاه بادئ لانه تيتريني نهار ويرتاح نهار، تعطيه وقت كافي للتعافي، حيث ان التعافي عند واحد فاش يكون يلاه بادئ في الرياضه تيكون بطيء مقارنه مع واحد تقدم شويه، لان الجسم ديالو ما مولفش الرياضه وما مولفش انه يصلح راسو في واحد الوقت اللي قصير. داكشي علاش افضل انك تريني بنهار وترتاح نهار. والسلبيات ديال هذا التقسيم هو انه ما تقدرش تريني بزاف ديال التمارين في كل مجموعه عضليه، بحيث انك يلاه غادي تريني تمرين واحد. وهذا التقسيم مزيان لاي واحد فاش يكون يلاه بادئ في الرياضه او لا تيكون ديجا كان كيتريني وحبس واحد المده طويله ويلاه رجع. فهذا التقسيم هذا مزيان انك تبدا به، من بعد كتبدا تطلع في النيفو. التقسيم ولا البروغرام اللي تيجي من بعد هذا هو 4 ديال الحصص في السيمانه. هذا الروتين كيجي من بعد الروتين اللي من قبل، حيث انك كتقسم الجسم عاوتاني على جوج، كتريني الابر بادي بوحدو واللور بادي بوحدو. هنايا لاحظتي كتولي كتدخل في القاصح شويه، وكتولي كتقدر انك تخدم تمارين جداد، وكتولي تقدر تخدم 2 ولا 3 ديال التمارين في كل مجموعه عضليه. كتولي تخدم الفوق بوحدو والتحت بوحدو، كتخدم يومين متابعين وكترتاح نهار عاوتاني، وكتخدم يومين متابعين وكترتاح في الاخر ديال السيمانه. كاين اللي كيجي هذا التقسيم ديال 2 حصص متابعين صعيب، تيبغي انه ضروري يتريني حصه ويرتاح حصه ويتريني حصه. داكشي علاش هذا البروغرام كتولي انك تقدر تقسمه على 15 يوم. وهذا واحد المثال على تقسيم ديال 2 اسابيع. نهار الاثنين مثلا كتخدم الصدر والظهر والعضله ديال البيسبس، نهار الثلاث كترتاح، نهار الاربع كتخدم الرجلين والكتاف والعضله ديال ثلاثيه الرؤوس اللي هي التريسبس، نهار الخميس كترتاح، والجمعه كتخدم الصدر والظهر والبيسبس. من بعد كيجي الاسبوع الاخر، نهار الاثنين كتخدم الرجلين والكتاف والتريسبس، نهار الاربع كتخدم الصدر الظهر والبيسبس، ونهار الجمعه كتخدم الرجلين والكتاف والتريسبس. الا لاحظتي هنايا معايا التقسيم في السيمانه الاولى تيكون كنبداو بالصدر وكنساليو بالصدر، وفي الاسبوع الثاني كنبداو بالرجلين وكنساليو بالرجلين. والروتين ديال التدريب اللي تيجي من بعد تدريب 4 ديال الحصص في السيمانه اللي هو تدريب ديال 6 الحصص في السيمانه. تدريب 6 الحصص في السيمانه الاغلبيه ديال الناس تيبغيو يجربوه، لانه تقدر انك تخدم كل مجموعه عضليه بوحدها، كتولي تقدر تخدم تمارين بزاف، وتولي تقدر تكونسونطر على واحد المجموعه عضليه مزيان، بحيث انك كتقدر تريني 3 ايام وترتاح نهار وتعاود تريني 3 ايام وترتاح نهار، اولا كتريني 6 ديال الحصص متابعه. هذا الروتين ديال 6 الحصص في السيمانه كيكون صعيب شويه بالنسبه لاي انسان عادي ما كيستعملش منشطات وما كيستعملش عقاقير تحسين الاداء. هذا الشيء غادي يخليه انه يولي يدير مجهود كبير وغادي يعيا في ساعه وما غاديش يقدر يستمر في الرياضه. داكشي علاش بالنسبه لي من الافضل احسن بروغرام تمشي عليه هو 4 ولا 5 ديال الحصص في السيمانه، كتريني يومين وترتاح نهار وتريني يومين وترتاح نهار، ولا كتريني 3 ايام متابعه وترتاح نهار وتريني يومين وترتاح نهار. المهم على حساب الكانه ديالك. واحسن حاجه تقدر ديرها هي ما تربطش الحصص ديالك مع ايام الاسبوع، لان مثلا الا شي حصه راك شي مشكل وغيبتي مثلا في الحصه ديال الظهر، في الحصه الاخرى اللي ترجع غادي تخدم الظهر وغادي تكمل على البروغرام ديالك. ماشي الا زقلتي الحصه ديال الظهر غتخلي حتى تدور عليها السيمانه الحصه الاخرى عاد تخدم. كاين واحد الاقتراح ديال 6 الحصص في السيمانه، بحيث انك كتخدم كل عضله بوحدها. هنايا كتولي تخدم من 30 حتى ل 45 دقيقه. هذا الروتين مزيان لدوك الناس اللي تيبغيو يمشيو كل مره لاصال وما غاديش يفرط لينا على نظام التعافي، وكتولي تقدر تخدم كل عضله من اي زاويه بغيتي تخدمها. ومن العيوب ديال البروغرام ديال تخدم كل عضله في حصه غادي تكون كتسهل الحصه ديالك في وقت قليل، ومثلا بحال العضله ديال الظهر والصدر والرجلين كيقدروا انهم يتحملوا ضغط كبير، ولكن العضلات الصغيره بحال البيسبس والتريسبس ما يقدروش يتحملوا ضغط كبير. داكشي علاش الا بغيتي تخدم البروغرام ديال العضله في كل حصه غادي خصك ضروري تعرف العضله اللي ماشي مشكل واخا نضغط عليها ونعطيها مجموعه ديال التمارين كبيره كثيره،
داكشي علاش كيخصك ضروري تعرف العضلات اللي يقدروا يتحملوا مجموعه ديال التمارين كثيره، وكيخصك تعرف العضلات الصغيره اللي ما يقدروش يتحملوا ضغط كبير. هذا واحد المثال على البروغرام ديال عضله ولا حصه. مثلا نهار الاثنين تقدر تخدم الرجلين، تقدر تخدم موراهم الصدر، من مورا الصدر تخدم الظهر، من مورا الظهر تخدم الكتاف، من مورا الكتاف تخدم البيسيبس، من مورا البيسيبس تخدم التريسيبس، وكترتاح في الاخر ديال السيمانه. ولا تقدر تدخل نهار ديال الراحه ديالك من بيناتهم. دابا بالنسبه لاي واحد يلا بدا غادي تكون وضحت ليه الفكره، واللي غادي يولي يعرف فاش يلا تنبداو في لاصال. كنبداو بثلاثه ديال الحصص في السيمانه، كل حصه تنخدموا فيها الجسم ديالنا كله، كتجي من بعدها 4 ديال الحصص في السيمانه، كنوليو نخدموا الجسم ديالنا الفوق بوحدو ونخدموا لتحت بوحدو. من بعد كنوليو نديروا 4 ايام في السيمانه ولا 5 ايام في السيمانه، ولا نوليو نعزلوا كل مجموعه عضليه بوحدها. كنعزلوا الصدر بوحدو، الظهر بوحدو، بحال العضله الكبيره كندخلوا مع عضله صغيره. الظهر كندخلوا معاه البيسيبس والفومبرا، الصدر تندخلوا معاه التريسيبس، والكتاف حتى هما كتقدر تدخل معاهم البيسيبس والتريسيبس. هنايا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى تكون استفدتي وفهمتي وليتي ملي تدخل لاصال دابا تولي عارف شنو غادي دير، وما غاديش تدخل تالف وما عارف شنو الناس تيديروا في داك لاصال.